اهلا وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد. انا سلمى حجاج ودي قناتي التحفه تحفه، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل التصميم ده. فيلا بينا نبتدي. اول حاجه طبعا عملتها اني فتحت ادوبي الستريتور وعملت الارت بورد دوت، والابعاد بتاعته هي 2000 بكسل في 2000 بكسل، وتقدروا تستخدموا طبعا اي ابعاد انتوا عايزينها حسب التصميم دوت هتستخدموه في ايه بالظبط. هاجي من هنا كده عملت لاير وسميتها باك جراوند، وفي اللاير ديت كده هسحب وانا ضاغطه شيفت بعد ما اخترت اداة الريكتانجل تول، وهرسم المربع بتاعي بالشكل ده، وهخليه على المقاس بالظبط. وانا محدده الالوان اللي هستخدمها في التصميم بتاعي النهارده في اللاير ديت اللي اسمها colors. هحدد الباك جراوند بتاعتي او المربع اللي انا استخدمته في الباك جراوند، وهضغط الاي من الكيبورد اللي هي الاي دروبر تول، وهدي الخلفيه اللون دوت. بعد كده هقفل اللاير بتاعت الباك جراوند دي كده، انا مش محتاجاها، وهروح لللاير اللي اسمها تكست، وهختار التايب تول وهكتب الكلمه اللي انا عايزاها، اي كلمه انتوا بقى حابين تكتبوها. بس انا حابة ان الكلمة كلها تكون كابيتال، والكلمة اللي هستخدمها النهاردة هي كلمة هوب. هختار لها بقى خط كده يكون حلو، وليكن الخط اللي هختاره النهاردة هو الخط دوت. هيظهر لكم اسمه على الشاشة، وكمان هتلاقوا كل التفاصيل عنه تحت في الرابط اللي في صندوق الوصف. هكبر الخط بتاعي بالشكل ده، وهخليه كده هنا في النص، وبرده هنا الالاينمنت بتاعته كده في النص بالشكل ده. الاي من الكيبورد اللي هي الاي دروبر تول، وهختار اللون الابيض، وانا ضغطة الت هسحب الكلمة دي واكررها مرة تانية، وانا ضغطة الت هسحبها برضو واكررها مرة تانية بالشكل ده. هعلم على الثلاث كلمات اللي عندي، وهظبط في الابعاد بتاعتهم زي ما انا عايزة طبعا، وانا ضغطة شيفت، وهظبطهم كلهم يبقوا في المنتصف بالشكل ده. هعلم عليهم التلاتة، ومن هنا كده ولللاير اللي اسمها تكست دي هعمل لها لوك. هعمل لاير كمان، واللاير كمان دي هسميها بقى 3D تكست، وهضغط اوكي. هجيب تاني التايب تول وهكتب هنا كده حرف الاتش بتاعي كابيتال، وهكبره وهديله فونت تاني. الفونت دوت برضو تقدروا تحملوه بشكل مجاني من الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف. وهحط حرف الاتش هنا كده، ومن الاي دروبر تول هديله اللون ده. وانا بقى مختاره الحرف بتاعي وعامله له سيلكت، هاجي هنا من القائمه بتاعه properties، وهنزل تحت هنا كده عند appearance، واختار ال FX ديت اللي هي choose an effect. هلاقي هنا 3D and materials، هنزل كده تحت شويه واختار inflate. لما اختار انفليت هيطلع لي الاوبشنز ديت بالشكل ده. اول حاجة عندي هنا الدبث دوت هزوده شوية لحد ما الاقي الرقم المناسب بالنسبة لي، وليكن انا هنا عايزاه يكون 20. بعد كده هروح هنا لللايتنج، وهنزل كده شوية، وهختار بقى ان الروتيشن بتاع الضوء بتاعي 145، بس انا المرة دي هختارها تكون بالسالب. والهايت ده هزوده شوية، وليكن مثلا هوصله الرقم اللي انا شايفاه مناسب دلوقتي 55. واما انزل تحت شوية هلاقي ان في عندي شادو، هعمل له enable بالشكل ده. هروح هنا عند الماتيريالز والرفنس دي هزودها شوية، وهخليها تبقى 45%. والحركة الفظيعة جدا بقى اللي هنعملها دلوقتي، بس خلونا قبل ما نعمل الحركة دي نقفل المنيو دي، عشان الحركة دي هتقل الجهاز جدا، فلازم ان احنا نكون عملنا اغلب الخطوات بتاعتنا. هاخد الحرف بتاعي ده كده، وانا ضغطة الت هسحب وهحط واحد هنا، هسحب مرة تانية واحط واحد هنا، هسحب مرة تانية واحط واحد هنا. هغير دوت كده الحرف الاو دوت، برضه هضغط عليه دبل كليك، ودوت حرف البي، وده حرف الاي، وهنسقهم بقى زي ما انا عايزة. ممكن هنا من لايرز كده اروح منزلة دي لتحت. انا مثلا عايزة ان حرف الاتش دوت يكون هو اعلى واحد فيهم، بعد كده حرف الاو، وبعد كده حرف البي، وبعد كده حرف الاي. ممكن اعلم عليهم كلهم كده وانا ضغطة شيفت، اصغرهم شوية، وممكن الف الحروف بتاعتي كده، وهظبط فيهم بقى لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. اعلم عليهم بالشكل ده واحطهم هنا في النص،
اختار بقى حرف ال H وهنعمل الحركة اللي هتغير تماما الشكل بتاعنا، وهنضغط هنا عند 3D and materials واحنا هنا كده هنلاقي render with ray tracing. اختار حرف واعملها، وخلي بالكم ان الحركة دي بتقل البرنامج جدا وبتقل حركة الحروف جدا، فعشان كده هي بتفضل تظل برضو قابلة للتعديل، لكن مشكلتها ان هو بعد ما بيعمل الريندرنج دوت البرنامج نفسه بيتقل جدا، عشان كده تحاولوا تخلصوا يعني تقريبا كل حاجة في المشروع بتاعكم وتخلوا الريندرنج دي اخر حاجة. هضغط هنا بقى كده على حرف ال H وانا مختاره ال H على الزرار ده. برنامج هيحمل زي ما انتوا شايفين كده، وهياخد وقت طبعا واعتمادا على سرعة الجهاز بتاعنا. شكل الحرف اتغير تماما وبقى شبه الماتيريال البلاستيك كده. هعلم على الحرف اللي بعده واختار نفس الاوبشن، اختار الحرف اللي بعده واختار نفس الاوبشن، واخيرا حرف الاي ونفس الاوبشن هختاره الريندر بتاعي. وده كده بقى التصميم بتاعنا. زي ما انتوا شايفين الحروف شكلها حلو جدا، كأنها يعني معمولة كده من ماتيريال 3D حقيقية. وده كده التصميم بتاع النهاردة. اقدر اطلع من التصميم دوت بحاجات كتيرة جدا، اقدر اغير في الالوان بتاعته، لان حتى الحاجات لما بتتعمل 3D الالوان بتاعتها بتكون قابلة لتعديل الحرف نفسه، قابل اصلا ان انا اغير الكلمة اللي مكتوبة. اقدر ان انا اغير في الكتابة اللي موجودة ورا ديت والستايل بتاعها، زي مثلا الشكل دوت هتديني منظر مختلف تماما، واغير كمان في ترتيب ودوران الحروف هيديني برضو شكل مختلف. كل ما اغير بقى في الوان التصميم هلاقي شكل جديد بيطلع لي وستايل جديد حلو جدا. وده كده كان التصميم بتاع النهاردة. ما تنسوش لو طبقتوا على الفيديو دوت تبعتولي التطبيقات بتاعتكم على رسائل فيسبوك وانستجرام، بفرح جدا لما بشوفها، وكمان بنشرها باساميكم على المدونة. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي جاية. وتقدروا تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الرابط تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.